اشهر غلطة بنعملها في المبيعات ان احنا بنحب نعرض المنتج والخدمة ونتكلم عليه كتير قوي، وده بيبقى الكونفرجن بتاعه بالنسبة للكاستمر قليل قوي. يعني لما اكلم 10 عملاء وعميل واحد هو اللي فعلا ياخد اكشن، ده معناه ان الكونفرجن بتاعي لسه ضعيف. ازاي ابقى ازود بقى اصلا الكونفرجن ده؟ ان العميل هو اللي يتكلم 80% وانا مش محتاج بس غير 20% عشان اشرح المنتج او الخدمه بتاعتي. ان انا فعلا اخلق البوند بيني وبين الكاستمر، ان انا اسمع لمشكله العميل. وعشان كده انت محتاج تركز كويس قوي في العلاقة بينك وبين العميل، وتسمح له ان هو اللي يليد عملية البيع عشان تقدر ان انت فعلا تعلي الكونفرجن بتاعك. وده اللي ركزنا عليه في مايسترو ورك شوب، واللي فيها هتقدر تتعرف على حلول المشاكل اللي بتواجهك في البيزنس وازاي تخرج منها ببساطة وبسهولة.